جعفر تايه مثل ما تسوي عركة بنصوصك، لا شوف عركة ورائي. حياك الله وعانك الله على التعب، عمل جديد بعد رائعة النقيب. الله محييك وسعدتنا بحضورك وشكرا جزيلا لمرافقتك. والله شوف هي عركة بس مو عركة. زين. ما ادري عركة يعني. شوف هسه انا كلش متحذر ان احكي وياك باي تفصيلة. شفت وطلعت. بس هاي عركتنا الجديدة هالمرة راح تكون على منصة اوكي من انتاج شركة خيال الظل العزيز والطيب والداعم الاستاذ مشتاق فاضل مشرف على العمل، الاستاذ علي فاضل والاخ حيدر البدري. العمل من اخراج محمد كوبي. كتابتي وكتابة ورشتنا ورشة ميم واحد لكتابة السيناريو. بنفس الوقت انا خلي اقول شيء يعني بصراحة بعدين ما ادري شو نحسب. بهذا العمل حسيت انه انا اول مرة جاي اكتب سيناريو حقيقة مو بعد رمضان. هي تجربة جديدة. الطريقة تحتاج إلى احتراف عالي جدا حتى تقدر توصل فكرة الحلقة بوقت قصير. اكو ناس ردت تنصفهم، منو ذول الناس جعفر؟ والله صراحة الناس اللي ساعدونا بهذا المكان، طبعا هذا قاطع عسكري لواء عاشوراء لواء 72. الخدمات اللي يقدموها صراحة كأنما جاي تشتغل بمدينة سينمائية. يعني وصلنا لمراحل العدد الكذا، السلاح الغير الكذا، التزام بالمواعيد، احترام انك ضيوف عليهم. وشكرا لهم ولما قدموا. صراحة لفتوا انتباهي من كمية الاهتمام والضيافة والاحترام واحترام الفن والترقب. شوفهم هسه قاعدين جاي يتابعون منتظرين كلهم بالكواليس يتابعون القصة. وهذا يعني بصراحة نعمة انه احنا وصلنا لهذا الوعي ولهاي الفهم. جعفر هذه انا اذا اريد اقول راح توعد الناس مثل ما وعدتهم سابقا برمضان، هالمره خرج رمضان، هذه كاميرتك ايش راح تقول لهم؟ والله وانا يعني ما عندي غيركم ان انا افكر بيكم شنو تشوفون وشلون راح تتفاعلون وشلون راح تحسون وشلون راح اقدم لكم الشيء اللي يعجبكم. طبعا انتم اللي تحكمون عن هاي التجربة، بس هي طالعة من قلبي يعني ان شاء الله توصل لقلوبكم.